وكان ساعتها قطعه الجاتوه ب 22 جنيه. رحت جبت 3 قطع جاتوه كلت وبتاع، وطلع الفيديو مش عاجبني، رحت مسحه على طول. بس فالنهارده رحت جبت منهم بقى نفس قطع الجاتوه دي، لقيت القطعه الواحده بقت ب 24 جنيه. فللاسف الغلا بقى بيلاحقنا في كل شيء. وتفتكر ان الاسبوع والاسبوعين دي فتره بسيطه، الحاجه مش هتلحق تغلى فيها، ولكن ابدا بتغلى. واحد من المتابعين بيقول لي: هو انت بتاكل بس بتاكل اكل اكل اكل، مفيش تحليه خالص؟ بتهزر يا مدار، ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. جعان؟ وتيجي ناكل. انجز بسرعه، انا جعان. جعان. اتنازل لملك كيلومترين نصين وحطهم في قلب الميه وكلهم. جمهوري الجميل، مساء الفل والخير والسعادة عليكم، وان شاء الله تكونوا بألف صحة وانتم بتتفرجوا عليا. رجعت لكم بفيديو جديد واكل جديد. واحد من المتابعين بيقول لي: هو انت بتاكل بس بتاكل اكل اكل اكل، مفيش تحليه خالص؟ بتهزر يا مدار، ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. فلا طبعا بحلي وبعمل كل حاجه، وباكل فاكهه وباكل جاتوه وباكل كل حاجه. النهارده جايين هناكل مع بعضينا بقى جاتوه من العبد، ونشوف الناس دي عامله تحليه كويسه ولا عامله تحليه اي كلام. والله حصل كده ان انا من اسبوعين جبت من عندهم جاتوه وقعدت اكله، وللاسف طلع فيه مشكله في التصوير. يعني التصوير ما كانش حلو، ما عجبنيش، ان كان وش فيه زي كان فيه شعاع نور كده قاسم وشي من النص، وما حسيت ان الفيديو مش حلو، مش هيجيب الصدى الكويس، فما طلعتوش. وكان ساعتها قطعه الجاتوه ب 22 جنيه. رحت جبت 3 قطع جاتوه كلت وبتاع، وطلع الفيديو مش عاجبني، رحت مسحه على طول. بس فالنهارده رحت جبت منهم بقى نفس قطع الجاتوه دي، لقيت القطعه الواحده بقت ب 24 جنيه. فللاسف الغلا بقى بيلاحقنا في كل شيء. وتفتكر ان الاسبوع والاسبوعين دي فتره بسيطه، الحاجه مش هتلحق تغلى فيها، ولكن ابدا بتغلى. طبعا عايز اعرفكم ان ده الفرع بتاع العبد اللي موجود في شارع طلعت حرب، وهو طبعا له فرعين شهيرين جدا في وسط البلد، اللي في اول شارع شريف والفرع ده. وطلع برضو عنده فروع كتير جدا جدا يعني. بس انا اللي اعرفهم اكتر 2 اعرفهم، واكتر 2 بروح عليهم وبتردد عليهم، هم دول يعني. بس فتعالوا نفتح مع بعضينا بقى كده ونشوف الناس دي عاملين عظمه ولا عاملين شغل اي كلام. تعال. ادي العلبه بتاعتنا العبد، القطعه ب 24 جنيه يا رجاله. يا جمال ويا جمال. اول قطعه فيهم بالشوكولاته اسمها الصبليه، زي ما انتم شايفين اهي، حاطين عليها يجي زي 3 حتت مالتيزر كده، وهي متغرقه في الشوكولاته، وكلها شوكولاته بالشوكولاته من الاخر بقى يعني. وزي ما يكون شكلها بسكوتيه كبيره كده. نقطه اول قطمه. طبعا احلى حاجه عندهم ان هم حاطين البتاع على بلاستيك كده، فالواحد يعرف ياكل بيه بمنتهى السهوله. بسم الله. الطبقات بقى زي ما انتم شايفين كده، زي كيك، في بسكوته في النص برضو. هو شوكولاته كتير قوي، شوكولاته كتير قوي، وكيك وبسكوت وشوكولاته، وحته المالتيزر بقى اللي طعمها حلو دي. طعمها جميل بصراحه قوي 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 فوق ما تتخيلوا يعني. قلنا طبقاتها زي زي ما انتم شايفين كده، الطبقات بتاعتها شوكولاته وكيك، كيك شوكولاته برضه، وبعد كده زي بسكوته، هي كده.
يؤسفني اقول لكم ان سعر القطعه ال 24 جنيه ده سعر مناسب جدا بالنسبه لمنافسيه، وان هو كده عامل الصح والزياده. والناس لما بتروح لمنافسيه وبتشوف الاسعار عنده عامله ازاي، القطعه اللي ب 70 واللي ب 75 والكلام الجميل ده، لا يقول لك ده رحمه، ويروحوا يجيبوا من عنده، وتلاقي الناس كمان بيجيب من عنده بشاره، يعني بيجيب من عنده بزياده. الله اكبر، وانا واقف اجيب واحد بيجيب له 3 ديسك. الله اكبر، ليه؟ هو عارف ان السعر حلو، واكيد بقى عنده مناسبه ولا حاجه، فشايف ان ده انسب مكان وده انسب سعر للكميه، فراح رايح جايب من عنده 3 ديسك. الله اكبر يعني. بس فطبعا الواحد من دول، يعني الرجل الصانع من دول، لو رخص سعر المنتج بتاعه واهتم بالجوده على قد ما يقدر في اطار سعره، الله اكبر، ربنا بيرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح يعني، صحيح. ومعانا قطعه تانية بقى، معانا قطعه بقى تانية يا جدعان كده، متدلعه وسكره خالص. دي كريمه، وبعد كده ده كيك بالشوكولاته، وبعد كده كريمه، وبعد كده كيك بالشوكولاته بس قليل شويه، مش شوكولاته عاليه قوي يعني. وحاطين عليها اللوجو بتاع العبد اهو، حته شوكولاته مطبوع عليها اهو، اهي 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 اهي. يلا نقول بسم الله. حلوه، مش وحشه، مش وحشه. هي كقطعه حلوه يعني، عامل زي ما تكون بتاكل مارشميلو كده، لما يكون بناكل مارشميلو مثلا. الكيكه يعني الكريمه دي زي ما يكون بتاكل مارشميلو يعني، حلو. طبعا اكتر حاجه مناسبه واكتر حاجه جميله عملها العبد هو موضوع الكرتونه اللي حاططها تحت القطعه دي. تخيل انت لو ما كانش حاطط الكرتونه دي، انا كان طلع عين اهلي، ولا كنت عرفت عملت فيديو، ولا كنت عرفت عملت اي حاجه خالص، ولا كنت عرفت مسكت القطعه. يعني الحاجه دي الله اكبر، هي اللي قايمه بالشغل والزياده بصراحه يعني. والله القطعه دي حلوه مش وحشه، بس مش انسب حاجه ليا يعني. انا لو دخلت عليه تاني مش هجيبها. كان برضو انا بصور لكم الفيديو اللي فات، فرحت جبت القطعه الريد فيلفت، فاكلتها عنده برضو ما كانتش احلى حاجه بصراحه يعني. بس طبعا زي ما بقول لكم بقى، الفيديو لقيت التصوير بتاعي فيه زي القرف بصراحه في ساعتها، فما رضيتش اطلع الفيديو خالص. الحمد لله يا رب يعني. كان فيه زي ايه، ضوء كده قاسم وشي بالنص، وما اكتشفتهاش غير لما رجعت اعمل ايديت للفيديو بقى. الحمد لله. تخيلوا الفرق ما بين، يعني الفرق كان بالظبط يجي مثلا ده زي قبل العيد بحاجه بسيطه، واحنا دلوقتي مصورين بعد العيد ب 10 ايام ولا حاجه، تمام. الفرق ده عمل فرق في السعر في كل قطعه 2 جنيه، ان القطعه كانت ب 22 وبقت ب 24. على الله بقى، الحمد لله رب. ومعانا بقى تالت قطعه واحلى قطعه فيهم، دي الملفيه السكر. هو اكتر حاجه مشهور بيها الملفيه، واكتر حاجه الناس بتحبه عليها هو الملفيه. ملفيه الحلاوه دي، قطعه زي ما انتم شايفين كده، فيها سكر على الوش، وفيها زي كريمه في النص، والعجينه بتاعت الملفيه بقى المتسويه يعني. يلا نقول بسم الله. بسم الله. أنا يا بختي احلى حاجه عنده ان الحاجه على طول طازه، والشغل عنده يوم بيوم. الله اكبر. زي ما انتم شايفين الفيديو اللي في الاول ده، التلاجة كانت تبقى مليانه جاتوهات، على اخر اليوم ولا هتلقى ولا جاتوهيه من دول. وممكن يجيله في نص اليوم تاني اساسا، يعني ممكن تكون التلاجة دي بيملاها في اليوم مرتين ثلاثه. الله اكبر يعني. وكله بيروح، كله بيتباع، فمفيش حاجه عنده بتبقى بايته من امبارح، الحاجه دي مش عنده اساسا. بسم الله.
والكريمه بتاعته برضو اللي جميله قوي، الكريمه اللي في النص دي اللي ما بين القطعه دي والتانيه جميله قوي 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 وصبحه خالص، يعني تحس انها معموله بلبن طبيعي ولبن في خير وكده. في نهايه الحلقه احب اقول لكم ان الناس دي محترمه وبتعمل حلويات كويسه، واريكومند ليكم بشده الملفيه بالسكر ده جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني انا بريكومنده ليكم بشكل خطير. الصابليه ده حلو مش وحش بصراحه، يعني جميل، يعني اجيبه تاني، بس اللي ما اجيبوش تاني هي الكيكه اللي بالكريمه دي مش قد كده قوي، يعني المفروض كانوا يبدعوا فيها اكتر، يحطوا عليها شويه فاكهه، يظبطوا الكلام كده شويه. في نهايه الحلقه بحب اشكركم وانتظروني في فيديو جديد، والناس دي محترمه وعامله شغل 100 100. يلا باي.